وهو شريك في هذه الصفقة. سمير عبد التواب ولا عبد ربه يا جماعة اللي معاه؟ سمير عبد التواب. مساء النور يا سمير. ازيك يا كابتن مدحت؟ مساء النور يا كابتن مدحت. اهلا بيك يا حبيبي، قول لنا ايه الموقف بتاع رزاق؟ مساء النور يا كابتن محمود ومساء النور يا استاذ حسن. اهلا يا استاذ سمير. والله يا كابتن مدحت، يعني موضوع رزاق بقى الناس كلها عرفته والموضوع طول وكل حاجه، وهو النهارده راح التمرين خلاص. راح التمرين النهارده؟ راح التمرين خلاص. طب هايل. وهو انتظم في التمرين، لان احنا يوم الثلاث كنا قعدنا مع المستشار جلال في النادي اللي هو رئيس النادي. نعم. ووعدنا ان يوم الخميس الساعه 12 الظهر هيجي هو والباشمهندس طارق غنيم ونحل الموضوع. وراح رزاق فعلا النادي، والنهارده ما رحنا النادي بقى انا وهارون الوكيل بتاعه واحمد يحيى، واستنيناهم من الساعه 12 للساعه 2:30 ومحدش جه. ومحدش جه؟ ومحدش اعتذر ومفيش اي حاجه. وهو الولد اتمرن الصبح يعني؟ الولد اتمرن وهيتمرن، والولد مش هيسيب نادي الزمالك، الولد هيقعد في نادي الزمالك لان هو جاي ومركز انه يقعد في نادي الزمالك. لو كان واجهته مشكله او حاجه فيعني هتتحل المشكله النهارده، بكره بعد بكره هتتحل. تمام. بس يا جماعه ده منظر نادي الزمالك. احنا دلوقتي لما بنجيب اي لعيب في نادي الزمالك وبتحصل مشكله يقول لك فاكرين المشكله اللي حصلت في اجوجو؟ مش فاكرين المشكله اللي حصلت في ايوه؟ ليه لما نيجي نكلم ناس من بره يقول لك فاكرين المشكله؟ ليه ما نلتزمش بعقودنا؟ يعني هو دلوقتي المحامي الانجليزي بيكلمني بيقول لي هو المفروض ما كاتبين في عقده انه يستلم فلوسه 30/9. هو في مصر بتكتبوا العقود ليه؟ مش المفروض نلتزم بالعقود دي؟ صحيح. بس يعني انا مش قادر افهم الناس بتعمل ايه. طب ولا حد قال لكم مثلا الاسبوع الجاي يوم كذا او كذا او كده يعني؟ لا، الساعه 2:30 اللي هو علاء مالك بصراحه الراجل ده بيتعب معانا جدا. يعني كنا قاعدين في مكتبه فقعدنا نعمل اتصالات وكده، المستشار جلال كان قافل تليفونه خالص، والاستاذ طارق غنيم قال لنا جاي واتاخر شويه وما جاش وما ردش على التليفون. بعد كده قالوا لنا بكره بعد صلاه الجمعه. لكن برضه الولد هيقعد وهيكمل وهياخد فلوسه. طيب حاجه اسمها الولد هيفسخ الولد هيمشي؟ لا، هيجي وهيقعد. وده دوركم يا سمير، ده دوركم انتوا. ما هو ده دورنا عشان نادي الزمالك بالظبط. بس يعني يا ريت الناس اللي في نادي الزمالك تعرف احنا بنعمل ايه عشان نادي الزمالك، لان هم ما بيعملوش اي حاجه. يا كابتن مدحت مش عايز اقول لك تذاكر طيران احنا اللي دافعين، اوتيلات احنا اللي دافعين، كل حاجه احنا اللي دافعين، هم ما عملوش اي حاجه. هو الولد هارون قال لي كده من بره، قال لي ده انا جيت ما لقيتش حد يسكنني. حسن صقر هيعمل ايه في نادي الزمالك اكتر من كده؟ انا مش عارف حسن صقر عايز ايه من نادي الزمالك، لان هو المسؤول عما يحدث. هو المسؤول. يعني اما يجيب مجلس اداره لا يتحمل مسؤوليه كل مشكله زي ما قال اجوجو وقال ايوه وغيره، هل ده احترام انك يدي ميعاد الساعه 12 وحتى الولد لو ما قبضش الماتش الجاي بنفسيه ايه هيلعب؟ يعني حتى لو نزل بنفسيه ايه؟ يعني انا كان عندي خبر اسماعيل يوسف بيقول له لا لا برضه يا كابتن اسماعيل، ما هو الفلوس مهمه، وخصوصا ده لاعب جاي من بره محترف. ايه ده؟ يعني حتى مش ابن النادي. طب انت لو لعبته الماتش الجاي وهو لسه ما قبضش هيلعب باحساس ايه؟ يا كابتن مدحت انا كنت في المجلس وكنت اعاني من هذه التصرفات. شكرا يا سمير، اشكرك شكرا جزيلا.